بص بقى الحركه دي، بص الحركه دي. لا 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 لا، انا اول مره في حياتي احس بالانسانيه اللي انا فيها دي. يا نهار ابيض. ايه دي ولا تعال انا مش واقف، ارجع انت هناك. الفترة اللي فاتت شفنا ناس بتعمل حاجات غريبة في الشارع، ناس بتموت الكلاب وناس بتعذب الكلاب وناس بتسم الكلاب، فاحنا قررنا ان احنا هنأكل الكلاب دي. طبعا الرسول بيقول ان في راجل دخل الجنة عشان سقى كلب، تخيل يا مؤمن لو اكلته فراخ. عشان كده قررنا النهارده تكون فكرة الفيديو. يا نهار ابيض يا جدعان، جبت لكم اكبر حلة في الوطن العربي وفي العالم وفي الشرق الاوسط وفي مصر كلها. ممكن تكون افورت مني شوية بس بجد دي اكبر حلة لقيتها الفترة دي. بقالي اسبوع بدور عشان دي اللي هنعمل فيها الاكل بتاع النهارده. بعد ما شفت الكومنتات بتاعت الناس على الفيديو بتاع ضرب الكلاب، معلش لحظه واحده، هو طلعها منين؟ لا الغلط ده مش هينفع بقى. لا مونتاج بقى، لا مونتاج من جيبي والله. نرجع لموضوعنا المهم، بس الاول قبل اي حاجه دي كانت هنا اهي في جيبي، يعني عندي جيب ورا ها، لا لشماتة الشمتانين. اهم حاجه بقى، ناس كتير كانت بتكتب لا يعني عايزه موسيقى حزينه الاول، حط لي موسيقى حزينه. ناس كتير كانت بتكتب كومنتات ان الكلاب، ان الناس ما بقاش في قلبها رحمه، وان الناس كتير متاثره جدا باللي حصل في فيديوهات الكلاب دوت، والشاب اللي عمل مش عارف ايه في الكلبه نخش في الموضوع على طول. سو باد يا مان. عمري ما تخيلت وانا بقول للراجل ان احنا 1000 فرخه ان هيكونوا بالكميه المرعبه دي، طلعوا كده ولسه هوبا. تعالى تاني، لسه في تاني. على فكره احنا اتضحك علينا يا جدعان، دول 990 فرخه بس. لسه يا باشا معايا 150. هوبا ايوه بس كده مظبوطين. هو 900 و150 يبقى 1000 1050. يا انا لله وانا اليه راجعون. استر، لا حول ولا قوه الا بالله. صحتنا راحت واحنا بس بنطلع الفراخ وبنجيبها لحد هنا. معرفش بقى لما نخش في مرحله القلي والتوزيع والسلق والكلام ده هيبقى فينا صحه تاني ولا لا. عايز اسال سؤال بس، الراجل اللي قاعد يذبح ده كله قاعد يذبحه في كام سنه؟ يعني انت قاعد تذبح 1000 فرخه في قد ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. قتلهم. بقول لك ايه، احنا دلوقتي عشان نعمل ثواب ونرفق ب 10 كلاب ذبحنا 1000 فرخه. هو مش دي حيوان برضه؟ تصدق راودني نفس السؤال، قعدت اسال نفسي نفس السؤال كده، هو احنا لو ذبحناهم كده هنخش الجنه ولا لا؟ لقيت فرخه بتعمل كده بتصبع لي البي ابن البي، عشان كده وقسما بالله لشوي ابوها على درجه حراره 1000. بس برضه عشان لو حد سالني فين الرفق بالحيوان، دي مش حيوان يا معلم، دي تشوف. صح اقسم بالله انا اقتنعت، انا نفسي اقتنعت والله. صح كده، حط يا ابني على النار يلا. يا بنت تقيله قوي. تخيل ان دي كانت ارواح زينا، ليهم حياه، ليهم بني ادمين، يعني بيحسوا وبيشعروا. ايه اللي انت عملته ده كله عشان تاكل كلاب؟ بتأنب ضميري والله يا اخي. الراجل ده ضحك علينا وادانا ايه؟ سمك. ادانا سمك بدل الفراخ. يا ابني ده جناح فرخه ده اهو، ده جناح ده ديك رومي اهو. ودلوقتي مع اكتر فقره بحبها هي مرحله القليه. نحطها في النار بقى، نعذب مش نعذب يعني، نقلي نشوي. بقول لك ايه، بص انت بتعمل ايه يا معلم؟ طر على صوابعك يا لهوي والله العظيم اهو. والله هنخلص بعد بكره بالليل. طب انا يا عم بقى تعالى في رجل سودا هنا، دي من اعمالها السود. ده بتصبع، هو في ايه يا جماعه؟ ده اللي كان بيصحينا من شويه من النوم، ده اللي كان بيصحينا وعامل لنا الازعرينه دي اهو. تصدق اول مره اعرف ان الفرخه عندها 4 صوابع مش 5؟ هو 5 يا حبيبي اهو، 4 اهو اهي، 1 2 3 4 5. ده الخامس. الراجل ضحك علينا تاني اهو، والله العظيم ما اداناش فراخ. بص دي مش رجل فرخه. ايه ده؟ انا عايز افهم دي ايه؟ ايه ده؟ الراجل نصب علينا كده. رجع يا ابني الاوردر، والله رجعه مش هينفع والله. الكلاب مش هياكل اهو. هوبا يلا واحده كمان. هوبا يا ولا سيب بايد واحده. ما انت هتعملها بايد واحده. هي بايد واحده يا ولا مش والله جامد. انا طباخ يا ولد، طباخ. انا اللي قاعد براك في البيت. يا جماعه والله بجد احب اعرفكم على فرد جديد عايش معانا في الشارع بقاله فتره كبيره، بقالها سنين. دي اسمها ام كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. القطه دي مسمينها ام كريم، اطفس قطه ممكن تشوفها في حياتك. هي تقريبا مخلصه الكميه دي والله. انا مديها لحد دلوقتي 7 عروس. 7. بص دي 8 اهي. وهتاخد مش هتقول لا، مش ما ينفعش. يا ام كريم لو جيتي تاني هزعلك والله. ما شاء الله بتاكل ما بتشبعش. الفرخه دي بتتكلم ولا ايه؟ لا في حاجه في بقها بجد، في حاجه بتتحرك والله جواها. عايشه صح؟ فيها نبض اهي
يا دبلة الخطوم. مش اهو اهو. احنا ممكن بقى عشان نوجب مع الحاجات دي كلها نحط نص ليمونه. نص ليمونه على الدلع. يا ولا يا ولا يا ولا. سؤال بقى للساده المشاهدين، هو احنا لو ضغطنا على الفراخ دي قوي كده نبقى مضغوط دجاج؟ والله العظيم حلوه، والله حلوه. صعب يا لهوي. صعب. ملح بقى عشان ايه؟ عشان الزفاره، لو في زفاره تروح. الكلاب ما بتاكلش ملح يالا يا عم، ده عشان الزفاره بتاعت الفراخ يا ابني. ما بياكلوش ملح، بياكلوا فلفل اسود. هات فلفل اسود يا جدعان. حدثني احد الاخوه عن سوء الخاتمه، قلت له الثلاث فرخات دول ده سوء الخاتمه. ليه؟ كانوا بيعملوا ايه في حياتهم؟ ماذا كان بينكم وبين، يعني مش عايز اغلط بقى، بس يعني الفراخ كلها رجلها بيضه. ايه ده؟ ايه السواد ده؟ عشان كده خلي بالكم يا جدعان دايما من فراخ السوق، بجد خلي بالكم من فراخ السوق. ممكن تجيب فراخ من بره السوق عادي، يعني دي مش دجاج سوق. اسكت بقى اسكت. ده الفرق بين القارات الثلاث. ده فرخه مصريه عادي، دي من بلاد بره شعرها اصفر كده وحاجه اوروبي شقره. افريقيا. اروح اخد من اخر الترابيزه عشان احطهم هنا. طب ما اجيب من اللي جنبي اهو. يعني ليه العذاب؟ ليه بقى؟ ايه ده؟ بيضه. لا حول ولا قوه الا بالله يا وانس. اهي يلا. مين الكلب اللي هياكلها بقى ده؟ هو ورزقه. كلها كلبه خلاص بقى يعني. هو ورزقه. مش الدبان ده كده بس. رساله للدبان، ده فيديو رفق بالكلاب ها، لكن الدبان قسما بالله ولا. احمد اخويا صاحي من النوم وعلى اكبر عزومه عندنا في البيت اهي. الحمد لله على السلامه. نحب بتعملوا ايه؟ انت اللي مصحيك دلوقتي، وايه رايك في المنظر اللي انت شايفه؟ انا صاحي على الصوت. كنتوا بتعملوا ايه؟ صاحي على الصوت ولا على الريحه؟ قول على حسب. فاهم؟ على حسب. هي دي الريحه اللي طالعه جوه؟ هي دي الريحه اللي داخله لك جوه خلاياك، دي الريحه اللي لفه حوالين الفيلا. عزومه على الغدا النهارده كله. ده عزومه غدا يا معلم. مضغوط دجاج، دي فراخ. مضغوط ايه؟ مضغوط دجاج. مضغوط رجول ده يا معلم اكله رفق بالكلاب. نسال برضو سؤال تاني لاحد الجماهير اللي نزلت صحيت من النوم فجاه. بص يا معلم، دلوقتي عشان هو يرفق ب 100 كلب 1000 فرخه، هل ده منطقي؟ هل ده الفرخه دي مش حيوان يعني ولا ايه؟ طائر. الفرخه دي طائر مش حيوان. بس عادي. لا ما هو في الغابه بيحصل كده عادي. بس لا اهو الناس بتموت عشان الناس هي دي سنه الحياه. رساله لاخواتنا في الفيوم، احنا اسفين عشان بوظنا الانتاج وبوظنا الشغله بتاعتكم. ريحناكم. الفيوم دلوقتي بخير. في حد معانا في الاعداد بس بيقول لي ان احنا كده عملنا خير، ان احنا ريحنا 1000 كتكوت كانوا هيتولدوا في مصر. مش هيتولدوا في مصر، انت متخيل؟ الحمد لله يا رب. ذنبك او هتعمل ذنب هتسود، هتسوء الخاتمه، هتموت موته وحشه، وهيبقى شكلك باين عليك وهم بيغسلوك. بص احنا بنغسلهم دلوقتي اهو. انا مش مستحمل دلوقتي، النار ضعيفه قوي وعشان تغلي بتاخد وقت كبير. فانا دلوقتي عشان نقوي النار عندي فكره كده حلوه هتخلي النار دي تغلي في ثانيه واحده. 1 minute later. خد يا معلم، جبت لك ده بقى، ده تحطه في النار هيغليها لك في ثواني. وسع بس كده. لا هو ده مش تحطه في النار، هو ده تحطه في يا باولو منتج يا باولو. وسع كده، ارفع. انت عايز تحط الكاوتش يا ابني، هيولع لك في ثانيه. عايز تحط الكاوتش ده تولع بيه النار هيولعها لك في ثانيه. يا جدعان يا جماعه والنبي هيجلطني اقسم. انت هتولع فينا كلنا يا ابني. لا والمشكله ان هو جايبه بالجنط كمان، يعني مثلا مش فك الجنط وجابه. يا جدعان معتوه. يلا بسرعه بقى عشان نحط دول غلوه واحده كده. دول اللي قدامكم دول حوالي 1000 فرخه، لكن لو الفيديو ده جاب 100000 لايك هعمل فيديو تاني زيه بالظبط وهنوزع على الكلاب في الشارع بس ب 10000 فرخه. 2 hours later. واخيرا بعد ساعتين. ليه يا دنيا كده؟ اخيرا بعد ساعتين نقدر نكمل المهمه بتاعتنا. رساله للشيف براك، انت فتحت في مصر فتح لك في تركيا. ايه ده؟ هي دي الحله اللي انت قلت لي عليها؟ في احلى من كده؟ انت جايب جردل زباله؟ هياكلوها ازاي؟ طب هياكلوها ازاي؟ هي الكلاب عارفه ان هي جردل زباله؟ بس بعدين الكلاب اكلتهم المفضله من الزباله اصلا. بس ده جردل نظيف لسه جايبه حالا. غفرت لك. افتح. اوكي يلا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا مش دي يا معلم، مش دي. لايك وانت بتتفرج على الفيديو. وبعدين خلاص بقى احنا داخلين على 6 مليون مشترك كده، خليك فهمان. ما تنسوش ان احنا لو الفيديو ده جاب 100000 لايك هنعمله ب 10000 فرخه. دلوقتي معانا احمد كريم، اللي ما يعرفش احمد كريم عنده 15 مليون على التيك توك والشانل بتاعت اليوتيوب بتاعته. يلا يا ابو حميد. احمد معانا اهو. يا جدعان انا مش مصدق يا جدعان، نازلين 7 الصبح ناكل الكلاب. ها يا جماعه عايز اقول لكم قسما بالله انا اول مره في حياتي احس بالانسانيه اللي انا فيها دي. ايه يا صاحبي ده؟ احمد كان حاسس انك انسان دلوقتي. انا اول مره احس نفسي انسان يا جدعان بجد. طب الكلب دلوقتي المفروض حاسس ان هو ايه بقى؟ ده انسان زينا، ده احنا ما فطرناش. انسان كده احنا ما فطرناش والله. خد يلا. ما بقتش انسان.
راحت الانسانيه داس على الكلب. خد يا تعالى اهو. ماسك الفطار في ايدك وبتدور على فطار بجد؟ انا والله ما اكلتش يا ابني بيستلقوا دول والله وبيتاكلوا. طب ماشي، طب سيب لي حبه طيب، انا عايز ما انا أروح. سايب لنا راسين ورجلين على جنب هنا. مين ما اكلش؟ تعالى هنا يا احمد، تعالى مين هنا، ما اكلش؟ تعالى هنا، تعالى هنا يا جماعه. لا استنى مين ما اكلش؟ مين ما اكلش؟ طب انت ما اكلتش، امسك. اصبر يلا. خلاص ما بقاش والله، هناك اهو، هو ده هناك اهو، هو ده، روحوا له. هات كميه حلوه يا حسن يلا. هو الكلب اللي هناك ده حزين، ما حد ياكله. لا معلش انا اللي اكله. تعال اسمك ايه؟ قول لي اسمك ايه؟ قول لي اسمك ايه الاول يا ابني، اصبر قول لي اسمك. اسم امك كامل. ولا عض صبع يا انا. واو يا جدعان. عض صباعك. ايه؟ عض صباعك. اه. في واحد هنا كان واقف. طب في كلاب بتهوى بعيد يا جدعان، عايزينها دي. ست. طب ما انتش واكل خلاص يا جدعان، ده ما ياكلش برضه. خد تعالى يا صاحبي، تعالى اسمك ايه؟ بص يا جدعان الحركه دي، خد هاتها لو راجل يلا. هوبا. لا ما بيفهمش. مش كده استنى، لو انت كلب خدها، او خدها زي الكلب يا كلب. هوب مش متدربين العيال دي اصلا. يا كلب. بص اهي يلا. ها ما بيعرفوش والله العظيم. انتوا ربنا هيكرمكم اقسم بالله. ياه يا جدعان، هات يا ابني راسين كمان بسرعه. هو ده الوحيد اللي قلت له يا كلب ما تبقاش بتشتمه. يلا تعالى يا كلب هنا، يا كلب تعالى لي هنا اهو. اديله يا ابني حاجه. تعالى خد يا حبيبي، تعالى يلا هاتها. في كلاب دلوقتي لما تلاقوهم لابسين خاتم كده في راسهم او في ودنهم، معناها ان هو متطعم زي الكلب اللي هنا ده كلب محترم متطعم. طعم يعني خد بس. طب انا لسه بشكر فيك. طب تعال بقول في حقك كلمتين حلوين. هو متطعم بس مش محترم. تعالى يا متطعم، تعالى يا متطعم. ولا يا كريم ارميله بعيد. ده لسه رايحين ياكلوا متطعم وغبي. ما عندهمش دم. في كلاب ما عندهاش دم، عامله زي اصحابي. في كلاب هنا تشبه صحاب ليا، تمام؟ انا بلقح وبوجه رساله لاصحابي. في كلاب بتاكل اكل كلاب، يعني انا عندي صحاب شبهكم. استنى اقعد. لعيبه. شفت دي؟ تاني بس جرب تاني. يلا خد في بقك على طول. هوب يا ولا لعيب. هوبا. كريم انا عايز اسالك سؤال، هل احنا كده هنخش الجنه ولا لا؟ احنا عشان ناكل حوالي 100 كلب احنا 1000 فرخه. الكلام ده بيودينا على فين في بص يا النهايه؟ صاحبي، انت ممكن ايه في النهايه؟ أيوة. موضوع كبير. بص يا صاحبي، 100 فرخه، احنا 1000 فرخه عشان ناكل 100 كلب. موقعنا فين في النهايه؟ موقعنا فين؟ احنا عملنا خير ولا عملنا شر؟ بص يا صاحبي، انا شايف ان احنا ممكن لا الكلمه ده المايك كلمه. احنا جدعان المفروض احنا نكمل اكل عشان ايه؟ خلاص يا جدعان، هو قصده يقول ان احنا في الجنه باذن الله بعون الله. خد يا معلم تعالى. ايه يا ابني ما تبقاش خالي، ما تبصش تحت رجليك. بص يا جدعان، صلوا على النبي. هعرف فيكم البخيل والكريم، دي بتاعتي تمام. انتوا ما عندكوش دم، مش هوكلكوا تاني. بقول لك ايه، هم ليه ما خلوش الكلاب بتتساق زي مثلا الحصان؟ على مين اللي قال لك كده؟ انت لو قعدت عليه دلوقتي هيمشي بيك. اتكلم بجد. خد يا تعالى من الشغل. خد يا معلم. بص بقى الحركه دي. بص الحركه دي. لا مش عايز اوعى. مش عايز يلا ها كله يجي بقى. كده خلصنا اول كيس، لسه في يجي 30 كيس في العربيه جوه. كلها. ما تاكل يا ابني. شبعان والله يا ابني. كل والله العظيم طعمها حلو. انت عشان بتصور طيب بعد التصوير والله يفتح بقى والله العظيم. يلا كل واحد ورزقه. خد بص في كلب بوليسي هناك اهو. ايوه كل واحد ورزقه بقى. يلا هوب ايه ده جاي منين ده؟ بص يا صاحبي، في معلومه بتقول لك ايه، الكلب اللي تاكله عمره ما يمد بقه لحد غيرك. ما يمد بقه لحد ولا ما يمد ايده عليك؟ عمره ما يمد بقه عليك بقه. علل اقول من الاول. عيد السؤال تاني كده. بص يعني انت لو اكلت كلب عمره ما يعضك، حتى لو انت بقيت يعني حتى لو بقيت كلب مش هيعضني. بس لو ما بقيتش كلب هيعضك. الكلب عمره ما يعضك. ليه بقى؟ تاكله اول مره مش هيعضك. عمره ما يعضك. انتوا عايزين تقولوا ايه بس عشان نوصل معلومه لك؟
يلا بينا يا جدعان نروح على الكلاب اللي بعدها. احنا هنلف على كلاب المنطقه حته حته، وهنروح على مكلبه العالم. يلا بينا. عايز اقول لك في حاجه اول مره اكتشفها، ان الكلاب بيقسموا بعض مناطق. يعني مثلا في هنا حوالي 20 كلب، في الناحيه الثانيه كلاب، بتوع الناحيه الثانيه لو عدوا الرصيف ده بس هيولعوا في بعض. بينزل كلب من هنا يتخانق معاهم يرجعوا تاني. يعني بص، لو حذفت لهم حاجه بعد الرصيف ما ياخدوهاش، لو حذفت لهم هناك ياخدوها، ودول بياكلوا عادي. لو بجد لو حذفت حاجه وكلب من هناك عدى الخط، بينزل واحد من هنا يضربه. غريبه والله غريبه. نودي هناك شويه المربع الثاني. اي حد بيتفرج على الفيديو ده وعنده كلاب تحت بيته يقول لنا بس اسم المنطقه، واحنا هنجيب الجردل وهنيجي انا وحسن واحمد. لا انا مش جاي، انا مش جاي. هجيبه وهناكل الكلاب تحت بيته. قول لي بس مكانك فين. تعالى يا صاحبي نعلم الاطفال ياكلوا الكلاب. مين بيحب ياكل الكلاب؟ تعال. مين اللي عايز يطلع في الفيديو؟ مين اللي عايز يطلع على اليوتيوب؟ تعال. خليني لوحدك اديك لا ما يا حبيبي كلب هديه. اوعى خد. تعال خلاص، تعالى هناكلهم كلنا. طب تعالوا احكي لكم حاجه، والله هحكي لكم حاجه بجد. ما ياكل بتاعه لا فوق. ما هتاكلهمش حاجه. تعرفوا ان في زمان ست كانت حابسه قطه في بيتها، وبعد ما حبستها في بيتها ما رضتش تاكلها ولا تشربها ولا تعمل اي حاجه، وفضلت قافله عليها الباب. مره واحده ايه اللي حصل للقطه بقى؟ ماتت من الجوع. عارفين اللي حصل للست دي؟ دخلت النار بس عشان حبست القطه كده. في بقى راجل تاني مشي في الصحراء كده، لقى كلب ميت من العطش، في قدامه بير ميه بس الكلب مش عارف يوطي فيه. قام الراجل عمل ايه بقى؟ راح قلع الكوتشي بتاعه، وراح نزل جاب من ملى بالكوتشي ميه وطلع حطه قدام الكلب. الكلب فضل يشرب ميه وبعدين بقى مبسوط قوي الكلب. عارفين الراجل ده دخل الجنه بس عشان اكل الكلب ده. فهمت القصه؟ فهمت الحدوته؟ يعني ما حدش فيكم بقى من النهارده شوفوه بيضرب كلب. تخيل بقى لو اكلته فراخ. يا لهوي يا جدعان، عارفين الراجل ده بيموت الفرخه، بيموتها يا جدعان عشان كده كده للكلب. شفتوا ايه ده ولا تعال. انا مش واقف. ارجع انت هناك وانت هناك. يا جدعان مش عارفين تحوشوا ما بينهم ولا ايه؟ هاتهم هنا في نص الباركينج كده. تعالى تعالى يا صاحبي. ده عايزين فرايد تشيكن دول. يا حسين هم دول مش عايزين يجوا. يلا تعال يا ابو الصحاب. خد يلا. هوب. الكلاب اللي عليها شرطه في ودنها دي، اي كلب عليه شرطه في ودنه كده يبقى هو متطعم. المفروض ان هو كده لو عضك ما يجيلكش سعار ولا حاجه، وفي نفس الوقت ده لا مؤاخذه مخصي، مش هيخلف ثاني خالص. يعني هم عشان يقضوا على الموضوع الكلاب والخلفه وعددهم ادوهم حقنه كده ايه تخليه ما يسمعش كلمه بابا طول ما هو عايش. عارف انا بحب فيك معلوماتك والله. طب ده بقى جاي من بره التاني يا صاحبي. انا حاسس ان الكلاب دي اجانب والله. بص لو خدت بالك هتلاقي الكلاب دي شقر عن التانيين كده. ده مش اجنبي، ده روسي. ولا بياكل يد بالحسني. هل تعلم ان الرفق بالحيوان يؤدي الى الجنه؟ دلوقتي في المايك هنوجه رساله مهمه لاهل المنطقه. لما تشوفوا كلاب زي دي هتعملوا معاها ايه؟ ولما تشوفوا فيديو زي ده هتعملوا فيه ايه؟ لا الاشتراك ده. سؤال تاني بسرعه. الكلب بيقول ايه؟ دي اسئله حسين. اهتموا بالكلاب، راعوا الكلاب، اهتموا بالكلاب كويس جدا. اقسم بالله يا جدعان شعور طاقه ايجابيه لما تروح تاكل كلب. والله العظيم انا اول مره في حياتي انزل اعمل الحمله دي، شجعوني. ما كنتش حاسس ان الموضوع هيديني طاقه ايجابيه بالطريقه دي يا جدعان. قسما بالله بجد حاجه بتدي باور. حاجه بتدي ايه؟ الكلب بيقول ايه؟ ايه هو دي يا ابني؟ بقول لك انا شايف ان احنا نحط بقى الاكل كله كده وهم ياكلوا براحتهم. ده متطعم يا جدعان اهو. لا انا بس بشاور عليك بس. ده متطعم يا جدعان عشان ايه؟ خاطر نقلل من عدد السكان هنا في مصر. عشان هو عايز يقول نقلل من عدد الكلاب، بس جت معاه نقلل من عدد السكان. اقسم بدين الله يا جدعان انا فيها الخير. يا جدعان اي حد شايف ان فيه الخير يعمل لايك للفيديو. طب يلا اكلوا الكلاب. هاتوا اكل حطوا. طلعت يا عم معانا في الفيديو يا عم. بتقول ايه؟ احنا هيكل توين. عارف عمر شو. تعملي لايك بس الاول ولا لا؟ عامل لك سبسكرايب. يلا والله بجد. وفول شفت احنا بنعمل ايه دلوقتي ولا؟ تاكل الكلاب. يا ولد قشطة عليك. الفيديو ده لما ينزل تبقى اول واحد تعمله لايك. ماشي. تكتب لي كومنت عليها. تكتبي عشان ادور عليك. هكتب انا شفتك بالعافيه. خلصانه ماشي. قشطة عليك. قول لاي حد بيتفرج يعمل لايك للفيديو ده. اعملوا لايك للفيديو ده. كده ربع الجردل خلص تقريبا، بس لسه يعني يعتبر
مفيش معانا اكياس لسه غير الجرادل. خد ياض تعالى يا جماعه، ما شاء الله كبير قوي، ده اكبر من حياتي. بص لو عملت نص اوف ما شاء الله. يا ابن الجزمة. دي المنطقة اللي مليانة كلاب بقى بجد، يعني دي المنطقة دي كلها حوالي فيها بتاع 20 كلب، بس من كتر ما في ناس ساعات بترمي عليهم طوب فهم خايفين، فاحنا هنسيب لهم الأكل دلوقتي وهم هيتجمعوا بس الأكل. هم اصلا شموكوا جايين اهو وراك اهو، بس سيب الاكل بقى هنا. طب تعال نسيب الأكل اهو. افتح. هم لسه منسوعين تقريبا، خايفين من التجمع ده عشان لسه متطعمين واتعمل عليهم الكمين ده قبل كده، فمقلقين. تحطه في الارض كله. خد حطه في الأرض ولا على جنب عشان حطه هنا. تعالى يا مرزا انت وهو، تعالى. دول يا جماعه اخر مجموعه كلاب خلاص هياكلوا. فعايز اقول لكم دلوقتي بقى، اي حد بيشوف الفيديو ده يعمل لايك، ولو الفيديو ده جايب 100,000 لايك هنوزع نفس الكميه بس مش ب1000 فرخه بقى، ب10,000 فرخه، وهنروح اكبر مكان فيه كلاب لسه عارفينه دلوقتي ولسه جاي على بالنا، وهيبقى مفاجاه ليكم الفيديو الجاي. اي حد بيشوف الفيديو ينزل دلوقتي يعمل لايك ويعمل اشتراك في قناه احمد كريم، ونشوفكم الفيديو الجاي.